البرنامج العام يقدم لكم السندباد البحري ورحلاته السبع. ماذا بك أيها الشيخ؟ كانت مصيبة كبرى. يا ويلي ماذا حدث؟ نحن في بحر المغناطيس. بحر المغناطيس؟ يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب. وقعت أحداث هذه القصة المثيرة بمدينة دار السلام فيما سلف من الأيام. فقد كان هناك رجل حمال رقيق الحال قليل المال كثير العيال، يبيع عافيته لمن يريد ويحصل على اللقمة بالجهد الجهيد. وفي يوم اشتد حره وتعاظم أمره، كان هذا الحمال يسير وعرقه يسيل، وعلى ظهره حمل ثقيل يحمله لأحد المياسير. وفيما هو يسير مر على قصر كبير قد رشت المياه أمامه ورتبت أرضه ورخامه. فمال الحمال إلى ظله وحط بحمله وجلس يجفف عرقه ويشكو لمن خلقه، ويتنفس الصعداء ويرفع وجهه إلى السماء. حكمتك يا رب. إنه جوال ثقيل، ومع هذا فأجره ضئيل. وهذه جلسة في هذا الظل الظليل. أولئك الذين أنعم الله عليهم لماذا لا يضحكون؟ يا منعما على عبيدك، لا شك أن صاحب هذا القصر منعم مكرم، وسبحان من يعلم، فلعله لا يتعب ولا ينصب، وواحد مثلي مع ما هو فيه لا يجد ما يكفيه. له في ذلك حكم. يا سلام يا سلام، رائحة الطعام، الله، إن لطعامهم رائحة تجيع الشبعان، فكيف بالجوعان؟ أنا مالي، أنا قائم لحالي، أجري وراء قوت عيالي. استعنت على الشقاء بالله. إنه جوال ثقيل. انتظر انتظر يا رجل. من؟ أنا؟ تعال يا رجل. تناديني يا سيدي؟ نعم، تعال معي. ها؟ أنا؟ إن سيدي يريد أن يراك. ومن سيدك يا سيدي؟ إنه السندباد. ماذا؟ تقول إن سيدك السندباد؟ لا تطل في الكلام، أنت مطلوب إلى حضرة سيد السندباد.
سيدك السندباد. وبعد إذا كان سيدك يا سيدي هو السندباد، فمن أكون أنا في إذا لم تأتي معي طوعا فسأجرك بالقوة. لا 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 لا. لماذا يا سيدي؟ تسألني لماذا؟ يا حراس، ها؟ يا خدام، الله 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 يا عبيد، الله 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 هذا الله. هناك. ماذا تفعل يا سيدي؟ سترى. ماذا يا كيرون؟ احملوا هذا الرجل إلى مولانا السندباد. أنا هو السندباد يا سيدي الخادم. اخرس يا قليل الحياة. أي احملوه. ماذا تنتظرون؟ تعال هنا. دعني إلى مولانا السندباد. انتظروا هنا. انتظروا بالله حتى أحمل الجوال يا سيدي. يا ناس الجوال. ذلك أعجب ما سمعت في حياتي. ومع ذلك تجد من يستكثر نعمة الله على عبيد الله. خذوا مثلا ذلك الرجل الحمال الذي يظن أنني وصلت إلى ما وصلت إليه دون تعب أو نصب. ادخل. أنا مظلوم والله ادخل يا رجل، ادخل. يا سيدي، أنا رجل على الله أبيع عافيتي وأحصل على لقمتي. حسنا تفعل. أنا والله لم أرتكب جرما، أنا بريء يا سيدي. وهل قلنا لك إنك مذنب يا هذا؟ ما اسمك يا رجل؟ خادمك السندباد. السندباد؟ نعم يا سيدي. اسمه السندباد. لماذا تضحكون بحق السماء؟ تقول إن اسمك السندباد؟ وماذا في هذا يا سيدي؟ مصادفة غريبة. سندباد وسندباد. ها؟ أنا لم أفهم شيئا يا سيدي. أليس اسمك هو السندباد؟ بلى يا سيدي. أنت سمي إذن. أو أنت الآخر اسمك السندباد؟ أرأيت؟ لا ليس هذا ذنبي يا سيدي، ولا أدري لماذا أمرت رجالك فقبضوا علي يا سيدي. ما أمرناهم بالقبض عليك، وإنما أرسلت خادمي ليدعوك إلى مقابلتي. لماذا يا سيدي؟ لتأكل معي. آكل معك؟ ألا تعجبك هذه المائدة؟ أنا يا سيدي. أنت ضيفي، تفضل. أنا؟ تكلمني أنا بهذا يا سيدي؟ لقد كنت منذ قليل تصف رائحة طعامنا، فهذا هو الطعام. يا ربي يا ربي. تفضل سيدي. هنا تعال هنا إلى جانبي. يا من أنت كريم يا رب وتحب كل كريم. تفضل. بسم الله. معذرة يا سيدي، هذه ألوان من الطعام لا تدخل بيت رجل مثلي. هل لك في الشراب؟ شراب؟ إنما أنا رجل حمال، وكنت في طريقي إلى بيت الشهبندر بجوال ثقيل من الله. ها؟ ماذا؟
الجوال 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 الجوال. لا تخف على جوالك يا رجل. ليته كان جوالي، إنه جوال الشهبندر. جوالك في أمان يا سندباد. اجلس 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 اجلس، فإني لم أسألك بعد. تسألني عن ماذا يا سيدي؟ أسألك عن الكلام الذي قلت ساعة كنت واقفا تحت هذه النافذة. أنا لم أقل شيئا، ولكني سمعتك بنفسي. أنا يا سيدي لا تؤاخذني، فإن كل إنسان يغني على جرحه. يعني ماذا كنت تقول؟ كنت أسأل الله أن يهني عبيده. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وسألته أن يديم عليهم نعمته. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم لا شيء أكثر من هذا. سندباد، تكلم يا سندباد. ها، ماذا كنت تقول؟ كنت أتأمل حكمة ربي، كيف أعطاك دون تعب أو شقاء، وحرمني مع ما أنا فيه من جهد وبلاء. إذا عرف السبب بطل العجب. اسمعوا يا سادة، هذه هي قصة حياتي، مغامراتي ورحلاتي. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة. كنت وحيد أبي يرحمه الله، وكان أبي صاحب مال عريض وجاه، فلما انتقل إلى ساحة العلام ترك لي أموالا لا تأتي عليها الأيام، وفراغ وشباب وجدة، مفسدة للمرء أي مفسدة. فسرعان ما اجتمع علي رفقاء السوء وزينوا لي كل ما يسوء. ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام، إلى أن أفقت يوما على الحقيقة المرة، وراحت السكرة وجاءت الفكرة، فقد أكل الله كل أموالي، وساءت حالي، وانقطع عني الرفقاء، وتجافاني الأصدقاء، وضاقت في وجهي سبل الحياة. فقلت أبيع البيت وما حواه، وأقول بلاد الله لخلق الله. وكان لأبي صديق قديم على خلق كريم، فذهبت إليه وملت عليه، ونفضت بين يديه مصابي وكل ما بي. وماذا تريد الآن مني يا بني؟ عندما خطر لي أن أبيع البيت لم أفكر إلا فيك. تمثلت لي علاقتك بوالدي، فقلت أعرضه عليك أولا. حسنا فعلت، ولكنك توقعني في حيرة من أمري. لقد اشتريت بالأمس هذه البضائع التي تراها أمامك، فليس عندي اليوم ما يقوم بثمنه، وأخشى أن تعرضه على الناس فيستغلوا حاجتك وظروفك يا ولدي، وعندي لك ما هو أحسن. وما ذاك يا عمي بحق الله؟ لقد كان المرحوم صاحب أفضال، وأنا أستطيع أن أعطيك بقدر حاجتك الآن، ولا داعي لبيع البيت الذي لا يا عمي، هذا مستحيل. لن أبقى بعد اليوم في هذه المدينة التي شهدت أيام عزي لتشهد أيام حاجتي وذلي. وإذا لم تشتري أنت البيت فسأعرضه على غيرك. لقد شرحت لك ظروفي يا سندباد، ليتني أملك ثمنه نقدا يا ولدي. ولكنك تملك ثمنه عينا. تقصد أن أعطيك من هذه البضائع بقدر ثمنه؟ نعم يا سيدي. حسنا،
حسنا، لعلك تريد أن تتخذ لك دكانا وتجرب حظك في التجارة. كلا يا عمي. عجبا، ماذا تصنع بها إذن؟ سأستأجر سفينة بملاحيها وأحملها بهذه البضائع، ثم أجوب البحار فأرى أي البلاد تندر فيها هذه البضائع فأبيعها فيها وأشتري منها ما يكثر فيها. بارك الله فيك يا ولدي. فكم أملت في دار أبيك؟ بمحتوياتها؟ بمحتوياتها 10,000 درهم. لك هذا يا سندباد، لن أرد لك كلمة. ألا تحب أن تلقي نظرة على البيت ومحتوياته؟ لا حاجة بي إلى ذلك، إنني لم أنقطع عنه إلا بعد وفاة المرحوم. سأعطيك أثوابا من هذه المنسوجات الغالية بما يساوي 10,000 درهم. وأجر السفينة ومصاريف السفر. وأجر السفينة ومصاريف السفر. شكرا شكرا يا عمي. الشكر لله. ادخل. يا سيدي السندباد. ما وراءك أيها القبطان؟ وما شأن أولئك الملاحين؟ يا سيدي السندباد، نحن لم نتفق على هذا. لا بد من وضع حد لهذه الأسفار. اسكتوا أنتم، اسكتوا حتى نستطيع الكلام. نعم، ليتكلم واحد منكم. فليتكلم القبطان. نعم، تكلم أيها القبطان. الملاحون يا سيدي السندباد غير راضين بما هم فيه، وكلفوني أن أكلمك في شأنهم. ماذا يريدون؟ عندما استأجرتنا على هذه السفينة لم تقل لنا إننا سنظل هكذا في البحر إلى ما شاء الله. كنا نظن أنها رحلة وعودة، والآن لابد أن ننتهي إلى رأي. فماذا يرضيكم؟ نعود إلى بلادنا. طالت غربتنا، نريد العودة. كفى كفى كفى، قد سمعت وعرفت. عندما نصل إلى أول مدينة سأترك لكم سفينتكم وأجزل مكافأتكم. وأنت يا سيدي السندباد؟ سأشتري سفينة أخرى وأستعمل عليها ملاحين آخرين. اتفقنا. حاسب! ماذا هناك؟ إنها جزيرة! لم يكن في هذه البقاع من البحر جزائر. جزيرة؟ ولكني لا أرى فيها أثرا للحياة. إنها جزيرة جرداء لا ماء فيها ولا حياة. ولكن لماذا يا سيد القبطان وهي كما ترى جزيرة جرداء؟ من يدري؟ قد نجد فيها ماء أيها الملاح. هاتوا النسبة إلى اليمين. كان السندباد ومن معه من الرفقاء يظنون أنهم قد نزلوا بجزيرة قفراء، ولم يعلموا أنهم نزلوا على ظهر وحش من وحوش الماء. فهذه هي إحدى عجائب البحار التي تحار فيها الأفكار. ولم يحس الوحش البحري بهم وهم يمشون على ظهره بأقدامهم، حتى أشعلوا النار فلسعت ظهر ذلك الوحش الجبار، فثار وهاج وغاص بين الأمواج. ووجد السندباد نفسه بين الموت والحياة، فظل يصارع المياه حتى ألقته الأمواج إلى شاطئ جزيرة كأنها روضة نظيرة، ولكنها خالية من السكان. فجعل يسير من مكان إلى مكان، يقتات من نباتها ويشرب من قنواتها، وظل على هذه الحال 1 أيام و1 ليال. فبرحت به الوحدة وجهدته الشدة، فخرج يضرب في أرجاء الجزيرة ويجوس خلال أشجارها الكثيرة، وهو يعاقر يأسه ويكلم نفسه. هل كتب علي أن أقضي بقية حياتي وحيدا في هذه الجزيرة؟ الله، خيل إلي أني سمعت صوت حصان يصهل.
حصان يصل، إنها أوهامي أحلامي، وإلا فكيف يأتي الحصان وليس هنا أي إنسان؟ يا ربي، إنه حصان يصل. اجري يا سندباد، اجري. إنه حصان واقف على الشط. ما الذي أتى بهذا الحصان؟ ولماذا هو واقف هكذا على الشاطئ؟ ابتعد يا رجل، ابتعد عن الشاطئ، لا تقترب من الفرس. تعال هنا. من أتى بك إلى هذه الجزيرة؟ من أنت يا هذا؟ أنا أنتم من أنتم بحق الله؟ بل من أنت يا هذا؟ وما الذي أتى بك إلى هذه الجزيرة؟ أنا يا سيدي تاجر غريب فقد كل شيء، راحت سفينتي وضاعت تجارتي وقذفت بي الأمواج إلى هذه الجزيرة ولكن من أنتم؟ هل تقيمون في هذه الجزيرة؟ فكيف تقيمون؟ وما لي لا أرى بيوتا ولا دكاكين ولا حياة. من أنتم بحق الله؟ تريد أن توهمنا أنك لم تتسلل إلى هذه الجزيرة لتسرق الفرس؟ أي فرس يا سيدي؟ تلك التي تراها أمامك. ولماذا أسرقها؟ وأين أذهب بها؟ لا تحاول أن تدعي الجهل. قل لنا، من الذي أرسلك؟ لم يرسلني أحد يا سيدي غير قدري وسوء بختي. تكلم يا رجل، أين تخفي سفينتك؟ وهل أنت وحدك أم معك بعض الأعوان؟ وأين هؤلاء الأعوان؟ أنا والله لا أعرف شيئا عما تتحدثون عنه. أنا رجل غريب فقد ماله وأهله وكل شيء. أنا إنسان مسكين تنكرت له الحياة ودفعته الأقدار إلى هذه الجزيرة التي لا أعرف عنها شيئا. صدقوني. يبدو أنه صادق. لا تخدعك دموع التماسيح. فلتنزل علي اللعنة إن كنت قد كذبتك القول يا سيدي. لا أظنه كاذبا. سواء كان كاذبا أو صادقا فلا بد من تقديمه للملك. يا خبر، تقدمونني للملك؟ لا تخشى بأسا يا اسمه السندباد يا سيدي. إذا كنت بريئا فلن يمسك سوء. والآن تعال معنا يا إلى أين يا سيدي؟ سنختبئ في هذه المغارة. تختبئون في هذه المغارة؟ نعم، تعال ادخل. ماذا؟ ستدخل هذه المغارة لتختبئ فيها معنا. لماذا؟ لابد أن نختبئ داخل هذه المغارة ونضع الأغصان على بابها حتى لا يرانا حصان البحر. إنك تزيدني حيرة يا سيدي. أنا لا أفهم شيئا مما يدور حولي. ما هذه الفرس الجميلة؟ ولماذا تربطونها على الشط؟ ولماذا تختبئون؟ ومن أنتم؟ إما أن تكون صادقا حقا وإما أن تكون داهية من الدهاء. ألا تصدقني يا سيدي؟ بل أميل إلى تصديقك وسأقص عليك كل شيء. نحن يا السندباد. اسمي السندباد. نحن يا سيد سندباد سواس الملك المهرجان. سواس الملك؟ نعم، نحن الذين نقوم على خدمة خيول الملك ورعايتها. إن للملك المهرجان ولعا شديدا باقتناء الخيول الأصيلة. ولكن هذا لا يفسر ما أراه الآن يا سيدي، وما زال سؤالي قائما. لو صبرت قليلا يا سيد سندباد. إن مولانا المهرجان ينفرد دون ملوك الأقاليم بما يقتنيه من الخيول الأصيلة، وقد عجز جميع الملوك عن مجاراته في هذا الميدان، ولهذا سر. وما هو هذا السر؟ في مثل هذه الأيام من كل عام يرسلنا الملك المهرجان ومعنا فرسه الخاصة
إلى هذه الجزيرة فنربطها على الشط، ثم نختبئ في هذه المغارة كما ترانا الآن. نعم. حول هذه الجزيرة وفي هذه المياه بالذات يعيش حصان البحر، ويكثر وجوده في هذه الآونة. فإذا ربطنا الفرس على الشط وتركناها شم حصان البحر رائحتها فيطلع لها على البر، ثم يحاول أن يأخذها معه إلى البحر، فإذا هي مربوطة فيضربها برأسه وأقدامه، ونسمع حمحمته وصوته من مخبئنا. وعندئذ نخرج عليه بالسيوف والرماح ونحن نصيح به، فيخاف منا ويتركها وينزل إلى الماء، وعندئذ نأخذ الفرس ونرجع، فتلد مهرا لا يقوم بمال. عجبا. ومن لك بمهر؟ أمه من أفراس البر، وأبوه من خيول البحر. ولهذا أنتم هنا الآن قد عرفت. حكاية عجيبة. احمد ربك، فلولا هذه الحكاية لبقيت وحدك في هذه الجزيرة إلى أن تموت. ومتى يطلع حصان البحر؟ نحن في الانتظار منذ 3 أيام. الحصان حصان البحر! هيا يا إخوان، هيا بالسيوف والرماح قبل أن يقتل الفرس. تعالوا معنا يا سندباد. اضرب! ابعد! اهجموا عليه! أخيفوه! نزل الماء! أهبطوا رباط الفرس واسحبوها إلى المكان الذي أخفينا فيه المركب. يا لقد جرحت رقبة الفرس. أرني؟ لا إنه خدش بسيط. اسحبوها إلى السفينة. هيا يا رجال. استمر السندباد يحكي لأصدقائه ورفقائه قصة غناه وثرائه، وما كابد من الأهوال حتى جمع هذه الأموال، وكيف أخذه الجنود والأعوان إلى الملك المهرجان، فحكى له حكايته وقص عليه قصته، فأخذه العجب وسكت عنه الغضب، وبلغ منه الفضول والذهول، فأقبل يقول: حكايتك عجيبة يا سندباد. أعجب منها أنني ما زلت حيا أرزق يا مولاي. اسمع يا سندباد، لقد أكرمك الله يا ولدي ومد في أجلك، نجاك من هذا الوحش البحري العجيب، ثم نجاك من الجزيرة. هذا كرم ولطف من الله، ولا بد أنك تستحق هذا الإكرام. بأي شيء كنت تشتغل في بلادك؟ أنا تاجر يا مولاي، وأبي كان تاجرا، وبلدي دار السلام. دار السلام؟ لم نسمع ببلد اسمه دار السلام. على أي حال ستعيش معنا إلى أن يهيئ الله لك الأسباب وترجع إلى بلادك. شكرا يا مولاي. أنت يا سندباد في بلادنا ضيف، وللضيف عندنا حقوق. شكرا، ولكني يا مولاي أحب العمل، وأستطيع أن أعمل إلى أن يرد الله غربتي. لن تكون غريبا بيننا، ومع ذلك فما أحب إلى نفسي أن يعمل معي رجل مجرب مثلك. يا ساسان، أمرك يا مولاي السلطان. يتولى السندباد شؤون البحرية في الميناء. ولكني يا مولاي لا أفهم إلا في شؤون التجارة. وهذا هو المطلوب. مولاي السلطان، لقد وضعتك في مكانك تماما. إن مهمتك في وظيفتك هذه أن تراقب السفن التي تدخل الميناء، فترى حمولتها وتعاين ما فيها من البضائع،
وتقدر قيمتها وتحصيها، ثم تأخذ منها مكوسا عن كل 100 دينار 10 دراهم. فاهم؟ فاهم، إذا كان الأمر لا يتعدى ذلك. على بركة الله. على بركة الله. انتظروا انتظروا، دعوا كل شيء في مكانه. لا تقربوا أي شيء حتى يتم جرد ما بالسفينة. ستجد كل شيء مكتوبا في هذه المستندات يا سيدي. أرني هذه المستندات. تفضل. صابون، زيتون، جوز، بهارات. هل هذه كل ما تحمله السفينة؟ نعم يا سيدي. وإذا فتشتها؟ لن تجد شيئا آخر، اللهم إلا هذا الجانب، فإن به بضاعة لشاب مسكين كان يركب معنا ثم غرق، فكتبنا اسمه عليها واحتفظنا بها حتى نعود إلى بلادنا ونسأل عن أهله في دار السلام. يا الله، ماذا؟ هل قلت دار السلام؟ وما لي أراك على غير؟ أتعرف صاحب هذه البضاعة؟ يرحمه الله، مسكين ابتلعته الهائشة. عثمان! عثمان القبطان! كيف عرفت اسمي يا سيدي؟ ألم تعرفني بعد يا عثمان؟ الله انظر إلي جيدا. سندباد! عثمان! سندباد، لقد تغيرت كثيرا. وأنت أيضا. مما رأيناه. إنني لم أعرفك حينما رأيتك. أتذكر الهائشة يا سندباد؟ لولا أن برهان أشعل النار على ظهرها. ولكن قل لي، كيف نجوت يا عثمان؟ وكيف أتيت إلى هذه البلاد؟ كيف نجوت أنت يا سندباد؟ هذا حديث يطول، ولكن اسمع، سأنطلق الآن إلى السلطان لأودعه وأستأذن منه وأقوم معكم إلى دار السلام. سندباد! أنا ذاهب إلى السلطان، سأعود إلى دار السلام، سأعود إلى دار السلام. وانطلقت إلى السلطان وطلبت الاستئذان، وما زلت به حتى رضي ولان، وسمح لي بالسفر إلى الأهل والأوطان، بعد أن أتحفني بهداياه وأثقلني بعطاياه. وسرنا على بركة الله حتى وصلنا إلى دار السلام على خير ما يرام. يا سلام. وبهذا تنتهي الرحلة الأولى. أولى؟ هل هناك أولى وثانية؟ وثالثة ورابعة، إنها 7 رحلات يا سندباد. قلت لك أن اسمي سندباد. أنت سندباد وأنا سندباد. ولكنك في واد وأنا في واد. نعم، ولكن بعد الكفاح والجهاد، وقد سمعت ما سمعت يا سندباد. لقد كانت رحلتك الأولى مثيرة يا سيدي، والثانية أكثر إثارة. هل أستطيع أن أسمعها؟ إذا مررت بنا غدا فسأقص عليك رحلتي الثانية. خذ يا سندباد. ما هذا؟ صورة مال؟ هذا كثير يا سيدي، ولكن شوقي إلى سماع رحلتك الثانية يطغى على حاجتي. إلى اللقاء غدا يا سندباد. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا سيدي. وفي اليوم التالي ذهب السندباد البري إلى السندباد البحري، وجمعتهما مائدة الطعام ودار الكلام. وبدأ السندباد البحري يحكي قصة رحلته الثانية. فماذا عن رحلته الثانية؟ اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة. نعم. انتهت رحلتي الأولى بسلام، وعدت إلى دار السلام وقد أقبلت علي الأيام، فكان أول ما عملته استرجاع بيتنا، فاشتريته وعشت في نعمة ورخاء،
وأقبل علي الأصحاب والرفقاء الذين كانوا قد تنكروا لي في الضراء، ولم أتعلم مما فات، وغرقت في اللهو والملذات. ومع مرور الأيام والليالي أكل اللهو أموالي وساء حالي، وتلفت حولي فلم أجد أحدا منهم، فاستعوضت الله وعولت على بيع البيت وما حواه، فذهبت إلى صديقي المرحوم وقد ركبتني الأحزان والهموم، فشرحت له الحال وكيف تبخرت الآمال وضاع المال، فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: كذا يا سندباد، ألم أقل لك يا ولدي إن الغواية طريق الهلاك؟ قضاء لا بد أن يكون. لماذا لم تتعلم من السوابق يا سندباد؟ وكيف أفر من قدري يا عماه؟ وهل كان قدرا أن يخدعك رفقاء السوء بعد أن خبرتهم وعرفتهم؟ أعترف لك يا عمي أنني غلطان، ولكن ماذا يجدي الندم بعد فوات الأوان؟ على أي حال، ما ضاع من مالك ما وعظك، ولعله أن يكون درسا ينفعك بقدر ما أساء إليك. أرجو ذلك يا عماه. وماذا تريد الآن مني؟ أريد أن تشتري البيت وما فيه. كنت أعرف أنك ستعرض علي البيت، فما عساك تصنع بثمنه؟ سأشتري بضاعة وأجهز سفينة وأستأجر ملاحين. لقد نجحت تجربتي وراجت تجارتي في رحلتي السابقة، على الرغم مما صادفني فيها، وأنا أعرف طريقي جيدا. وهو كذلك، سأعطيك بثمنه بضائع من هذه المنسوجات، وأجر السفينة ومصاريف السفر. وأجر السفينة ومصاريف السفر. شكرا لك يا عمي، أنا ذاهب الآن. اعتمد على الله. آمنت بالله. يا لقد غلبني النوم. أين أنا؟ الله، الملاحون، السفينة، أين الملاحون؟ السفينة، الملاحون، أتراهم أقلعوا وتركوني؟ يا ريس عبدون، يا ريس عبدون! لم يرد علي أحد، أخشى أن يكونوا قد تركوني. يا ربي، اجري يا سندباد، اجري! هذا هو الشاطئ. أين السفينة؟ السفينة، لا أثر للسفينة. يا ريس عبدون، يا ريس عبدون! أبحروا وتركوني، سرقوني، تركوني وحدي ألاقي مصيري في هذه الجزيرة. قتلني المجرمون، قتلوني، جزاؤهم على الله. إلى أين أذهب؟ وكيف أعيش وحدي في هذه الجزيرة التي تخلو من السكان؟ لكني لم أرى كل ما في هذه الجزيرة. هذه شجرة عالية شاهقة، أظن أنني لو صعدت عليها ونظرت من فوقها أكتشف الجزيرة، كل شيء في هذه الجزيرة. يا ربي، ماذا أرى؟ هذه قبة بيضاء أراها على البعد. انزل يا سندباد، انزل. أظن أن هذا الغصن يتحمل ثقلي إذا تعلقت به هكذا. إنه يميل تحت ثقل جسمي. اقترب من الأرض. اقفز يا سندباد.
الحمد لله. والآن اجري يا سندباد، اجري 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 إلى القبة البيضاء. هذه هي القبة، ولكن ما لي لا أرى أحدا. يا سلام، قبة شاهقة البياض. هذه القبة البيضاء العجيبة من بناها ولماذا بناها؟ يا الله، ما للسماء قد غامت، وما هذه الغمامة الكبيرة؟ إنها تقترب تقترب، تنزل. يا إلهي يا إلهي، إنها ليست غمامة، إنها طائر فظيع فظيع. إنه ينقض على هذه القبة البيضاء. يا ساتر، يا منجي من المهالك. الحمد لله، لم يحس بي، لم يشعر بوجودي. لقد استقر فوق هذه القبة البيضاء. لا يمكن أن يكون هذا الطائر نسرا من النسور. نسور؟ أين النسور من هذا المخلوق العجيب؟ ولكن لماذا ينزل على هذه القبة البيضاء؟ هو ذا طائر الرخ. الآن أدركت كل شيء. هذه هي جزيرة النسيان التي لا يعيش فيها أي إنسان. هذا هو طائر الرخ الذي يحكون عنه. وهذه القبة البيضاء ليست قبة، إنها بيضاته، وقد نزل ليرقد عليها. يا ربي يا ربي، لو أحس الرخ بي لابتلعني. إن مخلبه يمتد أمامي كأنه صار سفينة. الريشة الواحدة من جناحي يمشي عليها الجمل. أنت تعلم وغيرك لا يعلم. يا رب، ماذا أصنع؟ يا إلهي، فكرة. ماذا لو فككت شال عمامتي وجدلته وربطته في وسطي، ثم ربطت طرفه الآخر في مخلب الرخ؟ من المؤكد أن الرخ سوف لا يحس بي إذا تعلقت به. نملة فوق جبل، بعوضة على قرن ثور، لا يمكن أن يحس بها. نعم، بهذه الطريقة أخرج من هذه الجزيرة. هذا هو الشال، أربطه في وسطي هكذا، ثم أربط الطرف الآخر في مخلب الرخ هكذا ربطا محكما. والآن سأنتظر حتى يطير الرخ فيحملني معه، وبهذا أخرج من هذه الجزيرة. فإذا حط في مكان فككت الشال وانطلقت حرا. ولكن ألا يحس الرخ بي؟ إنه لو إنه يتحرك، يحرك ساقيه. إنه يقفز جناحيه، إنه يقفز إلى الهواء، إنه يطير. وفي اليوم التالي أسرع سندباد البري
إلى قصر السندباد البحري الذي غمره بحسن لقائه وضمه إلى أصدقائه. وبعد أن جمعتهم مائدة الطعام دار الكلام، فقص عليهم رحلته الثالثة حادثة إثر حادثة. لم أكن أتصور بعد نجاتي بحياتي وعودتي إلى بلادي أنني أحن إلى السفر وركوب الخطر، ولكن هيهات هيهات أن يسلو المغامرات من ألف الرحلات. فبعد أن انتهت رحلتي الثانية أصبحت حياتي وتيرة واحدة، حياة ناعمة وأيام خاملة متماثلة وخلو بال وكثرة مال. فلم تعجبني هذه الحال، واشتاقت نفسي إلى الأسفار وركوب البحار، فاشتريت سفينة ووثقتها تجارة، واشتريت عبيدا واستأجرت بحارة، وتوكلت على العلام وقمنا بسلام، وجعلنا نمر بالثغور والجزائر ونحن نقايض ونتاجر، حتى سلخنا بضعة شهور ونحن نسير من بحور إلى بحور. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نسير بسلام ونتبادل الكلام، أحسسنا بالسفينة تغير اتجاهها وتبدل مسارها، فدهش الربان والملاحون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: الله، ماذا؟ لا أدري لماذا غير بكير وجهة السفينة. ها هو ذا ينادي. ايه ماذا جرى يا بكير؟ لا أدري ماذا جرى يا ريس منصور. لماذا تتجه ناحية الغرب يا بكير؟ السفينة تتجه وحدها تصور. هذه الدفة ناحية اليمين. إنها في أقصى اليمين، انظر يا ريس. طيب هاتها ناحية الشمال. هذه هي. الله، الدفة لا تؤثر في اتجاه السفينة. كيف يحدث هذا يا ريس منصور؟ إني أكاد أجن. السفينة تسير على غير إرادتنا. إنها تسير بسرعة مذهلة. يخيل إلي أن ابن ريس منصور. أدركنا يا ريس منصور. ماذا؟ يا سيد السندباد، يا ريس منصور. ماذا بك أيها الشيخ؟ تكلم. مصيبة كبرى. يا ويلي. ماذا حدث؟ نحن في بحر المغناطيس. بحر المغناطيس؟ يا للمصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أستطيع أن أفهم؟ لقد دعنا يا سيدي. هذا هو بحر المغناطيس يا سيدي. أي سفينة بها مسمار حديدي أو أي جزء من الحديد إذا دخلت هذا البحر فإنها تنجذب وتسير بقوة حتى تصطدم بجبل المغناطيس. ما حكاية هذا الجبل وماذا فيه؟ يا سيدي لم يرجع أحد ممن كتبهم هذا الجبل اللعين حتى يحدثنا عنه. يا ساتر، السفينة تشق الأمواج كأنها السوق. هذا هو الجبل، إنه يروح من بعيد. الجبل السفينة تسرع إليه. القمر بكم لما سنصطدم بالجبل. أمسك جيدا يا سيدي السندباد. الأرض يا إخوان، نجونا من الغرق. ربنا يعلم بحالي. هات يدك يا سيدي السندباد. أصبحت السفينة قطعا من الخشب المتناثر فوق صفحة الماء. هذا هو جبل المغناطيس. ماذا في هذه الأرض؟ انظر إلى أشجار الأناناس. ولكن ألا يوجد هنا ناس؟
انظر يا سيدي، هؤلاء الزنوج من أكلة لحوم البشر. إنهم شبه عرايا. إنهم يلتفون حولنا وبأيديهم الحرام. وساقونا أمامهم كما يسوق الرعاة أنعامهم، ووضعوا أمامنا طعاما رائحته أدارت رأسي، فلما حاولت أن أذوقه عافته نفسي. يا سلام، لو كنت أكلت من هذا الطعام لجرى لي ما جرى لأصحابي. وماذا جرى لهم؟ جرى لهم ما غير حالهم وأوردهم آجالهم، وكل ذلك بسبب هذا الطعام، فما كادوا يذوقونه حتى أقبلوا عليه يلتهمونه، وأصابهم الشرى واعتراهم شيء من البلاء، وظهرت عليهم أعراض الجنون، فهم يأكلون ويأكلون ولا يفكرون. وفي كل يوم يطلقنا الزنوج بين الأشجار لنرعى كالسوائم طول النهار، ثم يسحبوننا ويحبسوننا حتى يسمنونا ثم يذبحونا. هذا ورفاقي في غمرات الجنون لا يفهمون ولا يدركون. وحاولت عبثا أن أفهمهم إلى أن يئست منهم، فانفردت بالعمل وجمعت بعض أخشاب السفينة التي جذبها المغناطيس وتحطمت على الجبل، فصنعت منها طوفا يعوم فوق الماء يسعني ويسع الرفقاء. صنعته من خشب السفن وفروع الأشجار، وربطته بالحبال، فلم يكن به أي مسمار حتى لا يجذبه الجبل عندما نركن إلى الفرار. وبين الحياة والموت جعل السندباد يصارع المياه، إلى أن عثر على لوح من حطام سفينته، فتعلق به لساعته، وترك نفسه لرحمة الأقدار ومسار التيار. وفجأة ثار البحر وهاج، فتقاذفته الأمواج حتى دفعته إلى شاطئ جزيرة خضرة نضيرة. فلما لمست أرضها قدماه تجدد أمله في الحياة، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. الماء حياة الأنفس، الماء. ألا هذا شيخ عجوز يجلس إلى ظل شجرة كأنه لم يرني ولم يشعر بوجودي. لا شك أنه من هذه الجزيرة وهو يعرف كل شيء عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام والأمان. إنسان؟ نعم يا جدي، إنسان. وما الذي أتى بك إلى هذا المكان يا إنسان؟ هل أستطيع أن أعرف أين أنا يا جدي؟ أنت يا ولدي في أرض الله. وما هذه الجزيرة ذات المياه والأشجار؟ ألم تقل لك عيناك يا إنسان؟ بلى، ولكن أين الناس؟ الناس مشغولون بالناس. وتعيش هنا وحدك يا جدي؟ الوحدة عبادة. وما الذي رماك على هذه الجزيرة؟ رماني الوعد الذي رماك. ماذا أستطيع أن أقدمه لك الآن؟ هل تستطيع أن تحملني يا ولدي؟ هذا شيء يسير يا جدي. إن قدمي لا تستطيعان أن تحمل جسدي. تريد أن أنقلك من مكانك هذا؟ فقط أرجوك أن تحملني من تحت هذه الشجرة إلى تلك الشجرة، وأدعو لك دعوة تبقى في عقبك. بسيطة، أنا على تمام الاستعداد. أنا يا ولدي كسيح كما ترى. لا عليك يا جدي، لا عليك. لا حرمك الله من نعمة العافية يا ولدي. تعال. أين؟ هات يدك. يا ليتني كنت أستطيع. أنا يا ولدي لا أستطيع أن أنهض. ولهذا أقول لك احملني. حسن، سأحملك يا جدي. تعال
بسم الله الرحمن الرحيم. فوق كتفيك يا ولدي، فوق كتفيك. فوق كتفي. انتظر يا ولدي حتى أنزل رجلي حول رقبتك حتى لا أقع على الأرض. خذ راحتك يا جدي العجوز. ساعدني يا ولدي، ساعدني. الآن تستطيع أن تمشي. لعلك الآن أحسن حالا. طبعا امشي من هذا الطريق كما تشاء. سأوصلك إلى أي مكان تريد. أثقيل أنا على كتفي؟ إلى أين تريد أن تذهب؟ ولكنك لم تقل لي. لم أقل لك ماذا؟ اسمي الكريم. اسمي؟ أنا اسمي سندباد. عاشت الأسامي يا سندباد. ومن أي البلاد؟ أنا من دار السلام. وما الذي رماك في هذه الجزيرة؟ كانت لي تجارة وسفينة وبحارة، فغرقت سفينتي وضاعت تجارتي، وظللت أصارع الأمواج حتى قذفت بي إلى هذه الجزيرة. لا، مسكين. انتظر يا سندباد حتى أقطف هذه التفاحة. هنا؟ طيب تفضل. ماذا تريد أن تعمل؟ سأنزلك هنا. تنزلني؟ أو تظن أنك تستطيع أن تنزلني عن كتفي؟ ماذا تقول؟ أقول إنك لن تستطيع أن تنزلني عن كتفي. طيب وأنا أيضا. هذا الشراب العجيب. وهل تدري لماذا أسقيك هذا الشراب العجيب؟ لماذا؟ لأرميك عن كتفي هكذا. بسم الله. الآن دنت نهايته. الرحمة. ولماذا لم ترحم أنت الضحايا الذين ماتوا وأنت على أكتافهم يا مجرم؟ كم بريئا عذبت وكم ضحية قتلت. لا حياة لك بعد اليوم. ارحم شيخوختي يا ولد. لا بد أن تلاقي جزاءك. سأسحق رأسك بهذا الحجر كما يسحق رأس الحية. هذا ما جنت يداه. ماذا فعلت؟ قتلته. لماذا قتلته؟ عرفت سره وأمنت شره. كنت أستطيع أن أتركه ليموت وحده، وكنت أستطيع أن أتعايش معه في هذه الجزيرة. وحيد غريب. هذا شاطئ الجزيرة. ألا هذه سفينة تلوح على البعد. أيها الرهبان، أيها الرهبان، أيها الفلاحون، يا قوم، يا قوم، امضوا أيها الملاحون في طريقكم. هذه جزيرة شيخ البحر. أرجوكم، أستحلفكم بالله. ماذا تريد يا هذا؟ خذوني معكم، خذوني معكم. بعيدا عنا يا شيخ البحر. أنا لست شيخ البحر. شيخ البحر قد انتهى. ومن الذي جاء بك إلى هذه الجزيرة؟ اطمئنوا، شيخ البحر قد انتهى. أنا تاجر غريب. غرقت سفينتي وضاع
رأسه إلى الماء، ومد الملاحون له طوق النجاة، ثم تحلقوا حوله يستمعون قوله، وقد فاض شجوه وزاد. وفي هذا يقول السندباد: اجتمع الملاحون حولي يسمعون قولي، وأنا أصف لهم حالي وأشرح لهم ما جرالي، وكيف أن شيخ البحر خدعني وجعلني ركوبته وركبني، إلى أن تداركتني رحمة الله وكتبت لي النجاة. فلما سمعوا حكايتي أثرت في نفوسهم حالتي، وأكرموني الله يكرمهم، وصرت كأني واحد منهم. وظللنا نسير بالسفينة حتى وصلنا إلى مدينة، فملنا إليها ونزلنا نتفرج عليها، وجعلت أسير من مكان إلى مكان حتى انفردت عن الملاحين. وبعد حين حاولت أن أعود إليهم فلم أعثر عليهم. الله، السفينة، الملاحون، يا ربي أين السفينة؟ لقد تركتها هنا. نعم، كانت هنا. هذه هي العلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تركون. إنني لم أتأخر عليهم كثيرا. لماذا تركوني؟ سامحهم الله. ماذا بك يا ولدي؟ ولماذا أنت واقف تبكي؟ وهل يملك الموجوع إلا الدموع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من أنت يا ولدي؟ ومن أين وإلى أين؟ أنا ابن السبيل الذي فقد الدليل. وما الذي جاء بك إلى هنا يا ولدي؟ إرادة ولا دافع لما أراده. إنك تذكرني بولدي يا ولدي، كان في مثل سنك، ولكن لماذا أنت واقف هكذا؟ وماذا أصنع؟ أسرع يا ولدي، فإن الليل يزحف على الدنيا. أنا في ليل دائم يا سيدي. أسرع فلا وقت للكلام. إلى أين؟ إلى أين؟ تقول إلى أين؟ عجبا، ألست ترى إلى الناس حولك وهم يسرعون إلى النزول ليناموا؟ ينامون هنيئا لخال البال. إني أسأل، أين تبيت ليلتك؟ أي مكان يغلبني فيه النوم فهو فراشي. أليس لك قارب أو سفينة؟ كانت لي سفينة. إذن فأين تنام ليلتك؟ في أي مكان. أنت لا تعرف أم أنت تتجاهل؟ أتجاهل ماذا يا سيدي؟ أنت غريب عن هذه الديار يا ولدي، ولكن ألم تلاحظ أن بيوت هذه المدينة كلها تطل على البحر؟ صحيح، لكل بيت بابان، باب من ناحية البحر وباب من ناحية البر. أليست كذلك بيوتكم؟ كلا يا سيدي، ولكن لماذا؟ لماذا؟ تقول لماذا؟ يا للعجب، أين تنامون إذن؟ ننام في بيوتنا. تنامون في البيوت؟ ماذا يضحكك يا سيدي؟ ربما كان هذا صحيحا، فقد سمعنا عن ناس ينامون في بيوتهم، ولكن هذا يعني أنه ليست عندكم قرود. قرود؟ أليس في بلادكم قرود؟ ومن أين تأتي القرود؟ هذا هو السبب. عجيبة، تنامون في البيوت. وأين ينام الناس يا سيدي؟ نحن لا نسكن بيوتنا إلا في النهار. وفي الليل؟ في الليل ننزل من بيوتنا لنبيت في هذه القوارب. ولماذا إذن تبنى البيوت؟ أتظن أنها تبنى للنوم؟ أنا لا أفهم شيئا. أتعرف اسم هذه المدينة؟ كدت أسألك عن ذلك يا سيدي. هذه المدينة اسمها مدينة القرود. أتدري لماذا؟ لماذا؟ انظر إلى هذه الجبال التي تحيط بها. ما بالها؟ هذه الجبال هي جبال القرود، تسكنها القرود بالنهار، فإذا أمسى الليل نزلت القرود من هذه الجبال إلى المدينة، فإذا وجدت أي إنسان قتلت. ولهذا ننزل كل ليلة لننام في هذه القوارب. عجبا. انظر، ألست ترى أمام كل بيت قاربا؟ بلى يا سيدي. هذه القوارب مفروشة
وهي مسقوفة كما ترى، وإلى هذه القوارب ينتقل سكان كل بيت ليقضوا ليلتهم، فإذا أصبحوا رجعوا إلى منازلهم وخرجوا إلى معايشهم. ولم تحاولوا أن تمنعوا هذه القروض عن مدينتكم؟ كانت هذه غلطة ارتكبها أجدادنا قديما ودفعوا ثمنها غاليا، فقد زحفت ملايين القرود إلى المدينة ولم تترك فيها بناء قائما. ومنذ هذا العهد ونحن نقسم المدينة بيننا وبين القرود، نعيش فيها نهارا ونتركها لهم ليلا. ولا يضايقكم هذا؟ لقد تعودنا على ذلك يا... ما اسمك يا ولدي؟ اسمي سندباد. عرفت لماذا سألتك أين تبيت ليلتك يا سندباد؟ لن أنام. لن تنام؟ سأقضيها سهران. أين يا ولدي؟ حيث تقودني قدماي. أنسيت القرود يا سندباد؟ القرود إنها تقتلني إذا رأتني ليلا. لا تحمل هما يا ولدي، نحن قوم يعمر قلوبهم الإيمان بالله، وأنت على باب الله. أنا يا ولدي أعيش وحدي بعد أن مات ولدي الوحيد ولحقت به زوجتي، وقد مال إليك قلبي. تعال معي يا ولدي. ولكن تفضل. ولكني أريد سنتكلم فيما بعد، لقد تأخرنا الآن يا ولدي. انظر الناس يسرعون إلى القوارب. حقا بعد قليل تخلو المدينة من الناس وتمتلئ بالقرود. تفضل يا ولدي من هنا. تفضل. هذه هي غابة الجوز. معك مخلاتك؟ نعم، وقد ملأتها بالحصى والحجارة الصغيرة كما قلت لي، ولكني لا أفهم شيئا. ماذا أصنع بهذه الحجارة؟ تلقط. نحن هنا نلقط. تلقطون؟ نعم، صناعتنا هنا اللقط، وعلى اللقط تقوم حياة جزء كبير من السكان هنا. وماذا تلتقطون يا سيدي؟ نلقط الجوز. انظر يا سندباد، هذا شجر الجوز، لا نستطيع أن نتسلقه لارتفاعه الشاهق ولنعومة ساقه. ولأن القرود تعيش فوق هذه الأشجار، فنحن نجمع هذه الحجارة الصغيرة ونقف تحت شجرة الجوز، ثم نقذف القرود بالحجارة فتقذفنا القرود بالجوز، فنلتقطه ونجمعه ونبيعه. وتسمون هذه العملية لقطا؟ المسألة ليست بالبساطة التي تتصورها، فلا بد أن نلقط الجوز قبل أن تسقط على الأرض حتى لا تنكسر. ومن ناحية أخرى يجب أن تكون حريصا حتى لا يصيبك القرود بالجوز الذي يقذفونه من أعلى الشجر. لو أصابت رأس الإنسان جوزة كبيرة يقذف بها قرد من فوق الشجرة فإنها قد تقتل الإنسان. ولهذا يحتاج اللقط إلى فن ومهارة. انظر يا سندباد. اقذف. انقط. يا سلام، أيام عشت في مدينة القرود 10 شهور وأنا ألقط جوزها المشهور، حتى جمعت من الجوز تجارة كبيرة، ولم يبقى إلا السفينة التي تحملني من هذه الجزيرة. وفي يوم من ذات الأيام تحققت الأحلام. أنت هنا يا سيد سندباد. كيف أصبحت يا سيد الربان؟ الحمد لله، لقد قطعنا جزءا لا يستهان به من رحلتنا. كانت رحلة ميمونة وكانت رابحة يا سيد الربان. أنا لا أنكر، ولكن في نفسي شيئا. خيرا إن شاء الله. أريد أن نقسم. نقسم؟ نعم، أنت تختص بنصيبك وأنا أختص بنصيبي. هل أنكرت علي شيئا يا سيدي؟ إننا نبيع ونتقاسم الثمن أول بأول، وما نزلنا بجزيرة ولا مدينة إلا أكرمنا الله وجبر خاطرنا. أعرف يا سيد سندباد. فلماذا تريد أن تفض هذه الشركة؟ هل بدا لك مني شيء لا سمح الله؟ لا، ليس في الأمر شيء من هذا، أنني فقط أريد أن أجرب حظي. كان لك أن تقول هذا لو كنا خسرنا، ولكن اسمع يا سندباد،
أليس لي نصف هذا الجوز؟ بلى يا سيدي، ولكنني ولكنك تريد أن تسلبني هذا الحق. يجب أن تفهم أنني شريك ولست أجير، ومن حقي أن أتصرف فيما أملك كما أشاء. الحق معك. ماذا تريد الآن؟ نقسم، أخذ أنا هذه الكومة وتأخذ أنت هذه الكومة. أنا راض بما ترضى به يا سيدي، ولكن أنزل الشراع. هات الدفة إلى اليمين. انظر يا سيد الركبان، ما هؤلاء؟ هؤلاء هم الغواصون. غواصون؟ الذين يغوصون وراء اللؤلؤ، سنقترب منهم. هات الدفة ناحية الشمال. نحن نقترب من سفينة الغواصين. سأبيع لهم نصيبي من الجوز وأخايض عليه باللؤلؤ. هل لك أن تكون معي؟ تقصد أن أشاركك؟ كلا، إنما أردت أن أقول هل ستعمل مثلي؟ لا بأس، أجرب حظي. السلام عليكم يا ريس. عليكم السلام. تفضلوا تفضلوا. اسقط القرع واقترب من سفينة الغواصين أيها الملاح. ويبيعون اللؤلؤ في البحر. هذه هي مغاصات اللؤلؤ، موطنه. اللؤلؤة التي تشتريها هنا ب100 لا تعثر عليها ب1000. سأشتري لؤلؤا بكل نصيب من الجوز. وأنا أيضا. انتظر. كيف أنت يا ريس؟ وكيف حال رجالك؟ وكيف حال المغاصي اليوم؟ نحمده، ولكن من أين وإلى أين يا رجال؟ انتظر. إننا نحمل جوزا ليس له نظير. تفضل يا سيدي هذه القطعة من هذا الجوز. كيف وجدتها؟ ليس هذا جوزا. الجوز لا يكون بهذه الحلاوة. معنا كمية لا بأس بها من هذا الجوز العجيب، ونحن مستعدون لأي خدمة. تقصد اللؤلؤ؟ إذا أردت. بكل أسف أنا هنا من يومين، لم يصادف أحد منا فيها محارة، والرزق ليس بالشطارة. هذا شيء يوصف له. ما مقدار الجوز الذي عندك؟ 2000. وصديقي هذا يملك 2000 هو الآخر. أغطس لكما بهما غطستين، وأنت ورثتك. ما طلعت به فهو لك. وإذا لم تطلع بالشيء مسألة حظوظ. قد تخرج من هذه الصفقة وأنت من الأغنياء، وقد أخرج منها وأنا من الفقراء. إذا أردت أن تعطيني 2000 وأغطس لك بهما غطستين. نعم، ما هي أنا وللمغامرات. بس انشر الشراع. انتظر يا ريس. عن إذنك يا سيد نوح. أنا أقبل ما عرضت أيها الغواص. كم تملك من هذا الجوز؟ أملك 2000. سأغطس لك بهما غطستين. اتفقنا. هذه مغامرة. صبر حق السندباد. قبل أن أنزل إلى الماء ينقل الجوز إلى سفينتنا. لك ذلك. ابعث رجالك يتسلمون الجوز، وتوكل أنت على الله. الغواص أين صاحب الجوز؟ أنا هو أيها الغواص. أنت حظك من السماء. ماذا وجدت؟ خذوا بيدي أولا حتى أصعد إلى سفينتكم. تعال. ما اسمك يا سيدي؟ اسمي السندباد. أنت محظوظ يا سيد سندباد. كيف؟ ماذا؟ إنه شيء لم يحدث. 5 لآلئ مرة واحدة. لم يحدث ذلك من قبل. تسلم يا سيدي، ها هي. 1 2 3 5. شكرا. بارك الله لك فيها، ولكن بقي شيء. وما هو هذا الشيء أيها الغواص؟ عن إذنكم. تعال يا سيد سندباد، تعال، عندي كلام. يا سيدي، أنت رجل طيب ونيتك حسنة،
ألهذا انفردت بي بعيدا عن الربان والملاحين؟ لا 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 يا سيدي، ولكني أريد أن أسألك، هل هذه سفينتك؟ لا، ولكني استأجرتها لنقل تجارتي. وتعرف هؤلاء الرجال؟ وما سر هذه الأسئلة أيها الغواص؟ شت، لا ترفع صوتك وأجبني عن سؤالي. لم أعرف أحدا منهم من قبل، ولكني كنت أشارك الربان في هذه التجارة، ثم فض الشركة وأخذ كل واحد منا نصيبه. على أي حال لا يضر الحذر، وسوء الظن عصمة كما يقال. خذ. ها؟ ما هذا؟ إنها 5 لؤلؤات زائفة. زائفة؟ قد تنفعك هذه اللؤلؤات الزائفة في يوم ما. في أي شيء تنفعني يا صاحبي؟ تريدني أن أغش الناس بها؟ لا لا لا، هذا احتياط لتنجو بسببها إذا اقتضى الأمر، وما دمت في البحر فلا تظهر اللؤلؤ الحر. وبعض يا سندباد. إنهم قادمون، أسرع بإخفاء اللآلئ الحرة في عمامتك. فيما تتشاوران أنت والغواص؟ لا شيء لا شيء، فقد كنت أظن أنه من سرنديب. لقد كان حظ السندباد معك كبيرا. أين هذا السندباد؟ أين هذا السندباد؟ تريدني يا سيد الربان؟ إما أن تقدم ما معك من اللؤلؤ بالرضا والتسليم، وإما لا 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 يا سيدي، لا داعي لإما هذه. تفضل، هذه هي اللآلئ ال5. حسنا، لقد أنقذت حياتك. تذكر أننا متعاهدان. احمد ربك، لو أحد غيرك لكان مصيره قرار هذا البحر، ولكن نظرا لمسالمتك فسننزلك على أول أرض نصل إليها. هذه جزيرة يا سيد الربان، مل بالسفينة إليها. وتركوني على البر وانطلقوا في عرض البحر، وهم يظنون أنهم فازوا باللؤلؤ الحر، وكنت أتوقع هذه المجازفة، فأعطيتهم اللآلئ الزائفة التي أعطانيها الغواص عندما خرج من المغاص، وذكرت نصيحته وكلامه، وحمدت الله على السلامة، وجعلت أسير وأجد في المسير حتى وصلت إلى مدينة غنية، فذهبت إلى سوق الجوهرية فبعت لؤلؤة واحدة، واشتريت ببعض ثمنها سفينة كبيرة وشحنتها بعروض التجارة، ثم أمرت الملاحين والبحارة فسارت السفينة بسلام حتى وصلنا إلى دار السلام. هذه هي رحلتي الرابعة. يا سلام يا سلام، لا حقا رائعة. أروع منها الخامسة. ها، نسمعها يا سيدي. إذا زرتني غدا فسوف أحكيها لك، فهل تزورني غدا؟ أفعل إن شاء الله. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة، وأنه لا مانع لما أراده. واحد مثلي بعد أن أكرمه الله ونجاه وأعطاه حتى أغناه، كان عليه أن يعتبر بما جرى له ويريح باله، ولكني مكثت شهرا والثاني ونسيت ما جرى لي، واشتاقت نفسي للسفر وركوب الخطر، فجهزت تجارة واستأجرت سفينة وبحارة، وانطلقت على الأثر وطاب لنا السفر. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نتجاذب أطراف الكلام، هاج البحر وماج، وارتفعت الأمواج، وعولت الرياح، وارتفعت الجلبة والصياح. رائحة
اتركوا السفينة للتيار، لا تقاوموا مسار التيار والرياح. انتم كمناطق يا رب. السفينة تندفع بسرعة عجيبة. السفينة تتحطم. السفينة تتجه نحو الشاطئ. الأرض الشاطئ. إنها تستمر. يا ريس نعمان، هات يدك يا سندباد، هات يدك. فجأة هدأت الأمواج وسكنت العاصفة. عوضي على الله. ماذا نصنع الآن وقد تحطمت السفينة وانقطعنا في هذه الجزيرة؟ أغلب الظن أنها جزيرة مهجورة لا يعيش فيها إنسان، وعلينا أن نفكر كيف نخرج منها وكيف نقضي أيامنا فيها إلى أن يأذن الله لنا بالفرج. إننا لا نعرف شيئا عن هذه الجزيرة. تعالوا نصعد فوق هذا التل لنكتشف الجزيرة من هذا المرتفع. تعال هيا. إنها جزيرة خضراء، جزيرة الماء. كل هذا الجمال ولا سكان في الجزيرة. انظر يا سيدي السندباد، ما هذا؟ إنه بيت كبير. إذن فلا بد أن يكون هناك سكان وناس مثلنا. إنه يشبه قلعة صغيرة. وأين الباب؟ أين باب هذا البناء؟ هذا هو الباب. يا سلام، كل هذا باب. انظر إلى ضخامته وارتفاعه الشاهق. هل رأيتم بابا بمثل هذا الحجم وبمثل هذا الارتفاع؟ إن هذا الباب يمر منه الجمل بما حمل. الآن نفتح الباب. هيا هيا. يا افتح معي يا نعمان، إنه ثقيل. افتح معي. ابتعد عن وجه هذه القرود. يبدو أن هذه القرود كانت محبوسة في هذا المبنى وأننا أطلقنا سراحها. ومن الذي حبسها ولماذا؟ حبسها وأغلق الباب عليها من الخارج، فلماذا؟ سنعرف كل شيء. السر داخل هذا المبنى. تعالوا معي. تفضل. ماذا أرى؟ ليس هنا أحد. لم يكن هنا غير القروض التي فتحنا لها، ولا شيء هنا غير هذه الأواني الكبيرة. هل هذا معقول؟ وآثار النار وهذه العظام. ما هذا المبنى ومن صاحبه ولماذا بناه؟ على أي حال لقد وجدنا مكانا ننام فيه فعلا. لا، ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعمان. قل يا نعمان. ناني أنا. اصحى يا نعمان. رأيت إلى أن يهدي. لماذا يشعل الغول هذه النار؟ إنه يتقدم إلينا يا منجي من المهام. يمد يده إلى الرئيس. وتقدم الغول إلى الريس فقبض عليه، ثم جعل يقلبه بين يديه وهو يزوم ويزجر ويبرطم وينخر، فأغمي على الجميع من بشاعة المنظر، ولا يدرون كم من الوقت مضى عليهم، ولكنهم عندما أفاقوا نظروا حواليهم، فماذا وجدوا حواليهم؟ ألا نستطيع أن نكسر هذا الباب؟ لا فائدة
الغول الغول إنه الغول إنه يفتح الباب. إنه يتجه إلينا. يا ساتر يا قوم، الغول يتعثر. هلم بنا نخرج من هذه المصيدة. حاسب يا سندباد، اسلم يتجه إلى الباب. إنه يخرج من الباب. الحمد لله، الحمد لله، لقد تركنا الغول. من كان يصدق. هيا نسرع بالهرب قبل أن يعود. هيا تعال، لقد اختفى الغول. الحمد لله. تعال. يا سلام. الهواء، الحرية. الله الله، ماذا؟ انظر. ها؟ يا إلهي، إنها سفينة. سفينة. يا قريب الفرج، أسرع ناحيتها يا تمام. هل يسمعوننا إذا نادينا عليهم؟ يا ريس، يا ريس، جدف يا تمام. يا ريس، إنهم يغيرون اتجاه السفينة. إنهم يتجهون نحونا. لقد أحسوا بنا. يا ريس، يا أهل الله، من أنتم وماذا تريدون؟ نحن في حماكم، نحن في جاهكم. أقول من أنتم وماذا تريدون؟ نحن يا سيدي تجار، غرقت سفينتنا وراحت تجارتنا وغرق رفاقنا، فإذا كنتم تكسبون فينا ثوابا وتأخذوننا معكم ونكون في خدمتكم مقابل اللقمة التي نأكلها. يخيل إلي أني أعرف هذه اللهجة. من أي البلاد أنتم؟ نحن من دار السلام يا سيدي. دار السلام؟ تقول إنكما من دار السلام؟ نعم يا سيدي، نعم، نحن من دار السلام. إذا تفضلوا على الرحب والسعة. يا سلام، لقد قاسيت يا سيدي كثيرا. هذه هي تفاصيل رحلتي الخامسة، ولكنها لم تكن رابحة يا سيدي السندباد، بل كانت خاسرة. صحيح أنني خسرت في هذه الرحلة أموالي وتجارتي، ولكنني كسبت استكمال معارفي وتجاربي. ومع ذلك فقد كانت بالغة الغرابة والعجب. أكل رحلة تقول إنها عجيبة، فإذا التي تليها أعجب؟ فكيف إذا سمعتم ما جرى في رحلتي السادسة؟ الرحلة السادسة إنها أعجب وأغرب. نسمعها يا سيدي. تسمعها متى يا صديق السندباد البري؟ خير البر عاجله. لا تضيع رزق يوم يا رجل. إذا كنت تعني صرة المال التي يتفضل بها سيدي السندباد في نهاية حديثه عن كل رحلة، فلا شك أنها حلوة، ولكن حديث سيدي أحلى. أعرف أنك تحسن الكلام يا صديق السندباد البري، ولكن إذا كان الغد فتفضل بزيارتي وأنا أحكي لك ولأصدقائي تفاصيل رحلتي السادسة. أفعل إن شاء الله. انتظر يا صديق السندباد البري. ماذا؟ خذ. صرة مال. أكل يوم يا سيدي الصرة؟ وإذا زرتني بكرة فسأعطيك أيضا صرة. إلى الغد يا صديق السندباد البري. إلى الغد يا سيدي السندباد البحري. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة، ولا مانع لما أراده. فقد كانت رحلتي الخامسة خاسرة بائسة، خسرت فيها أموالي
وساءت حالي، ولهذا كانت تراودني الفكرة لإعادة الكرة. وقلت في نفسي لا بد أن يتغلب سعدي على نحسي، وإذا كان الحظ قد خانني مرة فلا بد أن يحالفني هذه المرة. وكنت قبل رحلتي قد استبقيت بعض ثروتي وأودعتها عند صديق والدي، فاشتريت بها تجارة وجهزت سفينة واستأجرت بحارة، وقمنا على بركة الله. وجعلت السفينة تشق المياه، نخرج من بحور لندخل في بحور، وننتقل من ثغور إلى ثغور، ونحن نتاجر ونقايض ونضارب ونزايد ونجمع ونقايض. وعظمت تجارتي وتضاعفت ثروتي. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نسير في أمان وسلام، أقبل الريس والملاحون وبدأوا يتكلمون. ماذا تريدون؟ لا مسألة بسيطة. رأينا أن نأخذ رأيك أولا. تأخذون رأيي في أي شيء؟ في الموتة التي تحب أن تموتها. ها؟ ماذا تقول؟ ماذا يضحكك يا سيد سندباد؟ حسبت والله أنكم تجدون. نحن لا نمزح يا سيدي، وإذا لم تختر أنت الموت التي تحبها فسنضطر إلى رمي حضرتك في البحر. ترمونني في البحر؟ إلا إذا اخترت أنت موتة أخرى. أتتكلم جدا؟ ألست ترى يا سيدي أن هذه الأموال التي جمعتها لم تتعب أنت فيها قدر ما تعبنا؟ ولماذا لم تقولوا ذلك من الأول؟ لكل شيء أوان يا سيد سندباد. أنا شخصيا لا أرى عندي مانعا من أن أتنازل لكم عن نصف هذه التجارة. إن الموتى لا يتكلمون يا سيد سندباد، ولا بد أن نضمن سكوتك. وإذا عرضت عليكم كل أموالي وبعد أن تصل ماذا يكون مصيرنا؟ ثم من يضمن لنا سكوتك يا سيدي؟ أعاهدكم خذوا علي ما شئتم من العهود والأيمان. يعني لا تريد أن تحدد الموتة التي تختارها يا سيد سندباد؟ أنا لا أختار ولا أريد أن أموت. لا فائدة. هيا يا رجال، احملوه برفق وسموا الله وأنتم تلقون به في اليم. انتظر يا ريس، لا تتعجلوا. دعني. امسكوا يديه. انتظر يا سيدي. احملوه بينكم. تعالوا يا ناس. تشهد على روحك يا ناس. يهود ارموا به إلى النار. مظلومة. سمكة، وحش بحري، إنه يقترب مني. الوحش البحري، السمكة الضخمة غطست تحتي، ثم ارتفعت فإذا أنا محمول على ظهرها. عجبا، لم يؤذني هذا الوحش البحري. هذه السمكة الكبيرة. لماذا تحملني هذه السمكة الكبيرة على ظهرها هكذا؟ وإلى أين تذهب بي؟ هذا هو سمك الدولفين. لقد سمعت أن دلافين تنقذ الغرق. هذا صحيح. يا للعجب، إنه يشق الماء ويسبح بسرعة فائقة. إنه يسبح بسرعة مذهلة. هل يدري هذا الحيوان ماذا يفعل؟ سبحان من سخره لذلك. سبحانك يا خالق يا عظيم. ترى أين يذهب بي هذا الدولفين؟ إلى أين يا صديقي الدولفين؟ يا سلام، حكايتك عجيبة يا سندباد. وكانت هذه الحادثة
هي نهاية رحلتي السادسة. يا سلام، كأنها أحلام. والله يا سيدي إنها أعجب وأغرب ما سمعت. وسترى أن رحلتي السابعة والأخيرة أعجب وأغرب. تقول أعجب وأغرب؟ أفبعد هذه المخاطر تخاطر؟ قلت إن المغامرة مقامرة والمغامر مخاطر. عظيم. كيف بدأت رحلتك السابعة؟ إنها أعجب رحلة مرت بي، وإذا كانت قد أدهشتك رحلات الست السابقة فكيف بالرحلة السابعة؟ نعم. كان ذلك صدفة، فقد كنت جالسا مع بعض أصدقائي حين زارني بعض التجار وجعلوا يتحدثون عن الأسفار والبحار فشوقوني إلى لكن الله. ماذا تريد أن تجرني إلى الكلام حتى أحكيها لك اليوم؟ حبذا لو فعلت. إنني أحكي لكم في كل يوم رحلة. وما ضر لو حكيت رحلتين؟ في هذه الحالة تضيع عليك إحدى السرتين. تعني لا نسمعها اليوم؟ أنت تعرف أنك حين تجيئني بكرة ستسمعها وتأخذ سرة. إنك يا سيدي تثير فضولي لدرجة أنني أفضل سماعها الآن، ولو أدى ذلك إلى حرماني من هذه السرة. يا صديق السندباد البري سيدي، ألسنا أصدقاء؟ بل أنا خادم سيدي. أستغفر الله، مثلك لا يصح أن يعمل حمالا، أنت أجل من ذلك بكثير، أنت صديقي. عظيم. وأنا أدعوك لزيارتي غدا. أمرك يا سيدي. انتظر يا صديق السندباد البري. ماذا؟ خذ. سيدي، أكل يوم سرة؟ وإذا زرتني بكرة فسأعطيك أيضا سرة. أفعل إن شاء الله. في أمان الله. في أمان الله. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة وأن المخاطرات عادة، فقد كانت رحلتي السادسة رحلة مثيرة غطت على أهوالها الكثيرة مكاسبها الوفيرة، ولهذا حمدت الله على السلامة وعزمت على الاستقرار والإقامة. ولكن زارني جماعة من التجار وجعلوا يتحدثون عن البحار والأسفار فشوقوني إلى السفر وركوب الخطر، وهيهات أن ينجي حذر من قدر. فقد اشتريت تجارة واستأجرت الرجال والبحارة وجهزت سفينة كبيرة ووثقتها أصنافا كثيرة، وسرنا من جزيرة إلى جزيرة، نخرج من بحور لندخل في بحور، فنقف على الثغور فأبيع وأشتري وأقايض وأجمع الفائض، إلى أن دخلنا في بحر عجيب المنظر لون مياهه أخضر، فجلست على مقدم السفينة أتأمل هذه المناظر الجميلة، ولم أشعر بالقبطان ووراءه الملاحون وهم يضجون ويتصايحون. يا سيد سندباد، يا سيد سندباد، يا سيد سندباد، القبطان وأنتم أيها الملاحون ماذا تريدون؟ انظر يا سيدي إلى هذا المنظر، وهذا هو البحر الأخضر. ألا ترى لون مياهه؟ ألهذا؟ بصراحة نحن نخاف من البحر الأخضر يا سيدي. هذه بحار مجهولة. الأرض لمست الأرض قدمي. اتركوا العائمة وانزلوا. منصور، تعالوا نكتشف هذه الأرض ونرى ما فيها. تعال. هذه الأرض هي أرض الجواهر. عطشان. تعال يا مندوب. انظر يا سيد سندباد. انظر يا سيد القبطان. كم تساوي الجوهرة من هذه الجواهر؟ إنها شيء لا يقدر بمال، لقد عوض الله علينا أضعافا مضاعفة. يا سيد سندباد، يا سيد القبطان، ماذا عندك يا منصور؟ جوهرة أخرى يا سيد القبطان. الآن اعتدل الميزان،
نحن الآن شركاء في كل شيء، وأرى الليل قد أقبل علينا، فلنفكر معا ولنعمل معا. سيدي، هذه جوهرتي، خذها معك. لا 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 لا. ولماذا لا؟ ألسنا شركاء كما تقول؟ فلتكن أنت أمينا لنا. هذه جوهرتي، خذ، تفضل. خذ، تفضل. ولكن ما حكاية هذه الجواهر؟ أنا سمعت حكايتها من أجدادنا العجائز. قالوا إن الأفعى إذا كبرت وألفت تصاب بالعمى بسبب ترهل جلدها وسقوطه فوق عينيها، وعندئذ تخرج من فمها جوهرة تنير لها الطريق. لقد تعبت من المشي، والليل يغشى العالم كله بالظلام. سأميل إلى هذه الشجرة وأنام تحتها. انتظر يا مندور فأتي معك. من حسن الحظ أننا في فصل الصيف. هيا بنا يا سيد سندباد. تفضل يا سيدي. وهذه نومة. بسم الله. ماذا ستصنع يا منظور بجوهرتك؟ لقد نام منظور. قبطان، لقد نام القبطان هو الآخر. ناموا جميعا من التعب والإجهاد. توكلت على الله. الله. إنه ثعبان. الثعبان يزحف إلى القبطان. الثعبان يسحب القبطان. هكذا زحف إليهم الثعبان، فاختطف القبطان وازدرده أمامهم، ثم تركهم وقضوا سواد ليلهم لا يتحركون من رعبهم، حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولاح نظروا حولهم. لقد خطرت لي فكرة، إذا وافقتني عليها فإني أرجو أن يكون فيها خلاصك وخلاص. اعمل معروفا. أنت تعرف أن الثعابين من الزواحف، يعني ليس له أيد وأصابع. يعني لو كنا داخل صندوق مثلا، فهل يستطيع الثعبان أن يفتحه؟ لا، ولكن من أين لنا بصندوق؟ انظر إلى هذه الفروع الغليظة. لو جئنا بفرع كبير من هذه الفروع وربطنا على كل جنب من جوانبه فرعا كبيرا، وتركنا في الوسط فجوة نتمدد فيها بطولنا، ثم نغطيه بفرع كبير ونحكم رباطه علينا. وكيف نربط الغطاء ونحن في الداخل؟ نحاول ولن نعجز عن ذلك يا منصور. ومن أين لنا بالحبال؟ كانت هناك حبال في العائمة. العائمة؟ نعم، إنها على الشط. أسرع أسرع سندباد، أسرع. كانت فكرة طيبة أن نستعمل العائمة ونغطيها بهذه الفروع، ولكن كان يجب أن ننتهي منها قبل أن يحل الليل ويأتي الظلام. جاء الليل ولم ننتهي من عمل المخبأ. أسرع. أسرع يا سندباد، أسرع بتسلق هذه الشجرة. يا ربي، الآن أنا وحدي، الآن أنا وهذا الثعبان. يرحمك الله يا منصور، كان مفروضا أن تكون معي في هذا المخبأ الخشبي. يا ربي، لقد مالت الشمس إلى الغروب وبدأ الظلام يزحف على الدنيا. الآن أدخل هذا المخبأ الخشبي.
الثعبان لقد جاء ليلة مبكرا. يا رب يا رب يا منجي من المهالك. الثعبان يتشمم العائمة ويدور حولها، ولكنه لا يستطيع الوصول إليه. لو كان ثعبانا كالثعابين التي نعرفها لدخل إلي من خلال هذه الفروع. لقد أنقذتني ضخامته. الثعبان ييأس مني، إنه يبتعد عني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ومر بي على هذه الحال أسبوعان، وفي كل ليلة يزورني هذا الثعبان، فيظل يدور حولي وهو يفور ويغلي حتى ييأس مني ويتركني ويبتعد عني. فإذا وفد الصباح وجاء أخذت الجواهر وفتحت الغطاء وانطلقت إلى الشط، إلى أن أراد الله ورأيت سفينة تخترق المياه، ففككت شال عمامتي وجعلت أشير وأرفع عقيرتي، ورأى من بالسفينة إشارتي فمالوا إلي وأقبلوا علي وسألوني عن حالي، فأخبرتهم عما جرالي، فأخذوني معهم وأكرموني ما وسعهم، وظللنا نقطع البحار ونطوي الأيام حتى وصلنا دار السلام بسلام. وبهذا تنتهي رحلتي السابعة. السابعة والأخيرة. السابعة والأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله يا سيدي لكأني أفيق من حلم عميق، وأنا يا سيدي السندباد حزين لانتهاء حديث رحلاتك. ولكن علاقتنا لم تنتهي يا صديق السندباد البري. اعتبرني صديقك وتأكد أن بابي مفتوح أمامك دائما. لست أدري بأي حسناتك أثني عليك يا سيدي. أعرف أنك تجيد الكلام. خادمك يا سيدي. هل تأذن لي؟ انتظر يا صديقي السندباد البري. ماذا؟ خذ. السرة السابعة. أخيرا اسمعوا يا أبنائي، هذه هي عبرة الحياة، من جد وجد ومن زرع حصد. كنتم مع السندباد البحري ورحلاته السبع. صور الشخصيات: عبد الرحمن أبو زهرة، زكي عبد المجيد، عبد الغفار عودة، مجدي مجاهد، محي الدين عبد المحسن، رشاد عثمان، جلال توفيق، عبد المنعم سعد، سيد أبو السعود، همام عبد المطلب، تيريز دميان، إبراهيم الدالي، إيمان مصطفى، صلاح عفيفي، سمير فهمي، أحمد فريد، سيد عبد الباسط، عبد الوهاب الحديدي، وضياء السويفي. وقامت بدور الراوية محسنة توفيق. الإشراف الهندسي محمد رفاعي، محمد طه، وطلعت وهب. الهندسة الإذاعية محمد أبو طالب، محسن وديع، عادل عمار، محسن عبده، عزت أبو المعاني، أبو اليزيد سعد، وسيد كامل. السندباد البحري ورحلاته السبع. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب.